الحق ابنك شرب سنفار، الحق ابنك شرب نفط، الحق. ابوي دز لي طلب صداقه على الفيسبوك. إذا الطفل بالبيت عندكم شرب نفط أو قاصر، شرب سنفار أو شرب أدوية، شنو لازم تسوي؟ إذا عندنا طفل تسمم بالبيت، رد الفعل الكل يرتبك ويصيح. الأم عادة تصيح على الطفل، تخوف الطفل، تضرب روحها. أما الأب يخاف هو يصيح على الأم ويضرب الأم. أما العمة بالبيت فتبدي تصفية الحسابات. صوت مرتك مو قلت لا تحطين نفط هنا، لا تحطين الدواء هنا، وتبدي مرتك ذاك اليوم لحظة وقف. ذاك اليوم مرتك سوت عمه بلش الطفل شارب نفط، لص بين بنزين كافي مشتقات كيروسين. ما يصير بحالة النفط الطفل يستفرغ، عفوا يزوع، يعني ما يصير نزوع. مو احد يفتي يقول خليه يستفرغ، لان ممكن يصير عنده مشاكل بالرئه، يصير عنده مشاكل سكندري نيومونيا واسبيريشن نيومونيا، يعني التهابات بالرئه، لذلك نطلع به على الطوارئ ما نخليه يستفرغ. ثانيا اذا الطفل شرب ادويه وصار عندنا تسمم بالدواء، شنو اللي نسوي؟ عاده الطفل يشرب الادويه اللي موجوده بعلبه الماكنتوش مال بيبي. طبعا اذا بيبي من المنصور علبه ماكنتوش، اذا بيبي يمنا بالبلديات فيعني هاي علبه مثل 3000 دينار. اكو ادويه خطره مثل ادويه الضغط والسكر، اذا شربها ممكن تكون مهدده لحياه الطفل. فاذا الطفل شرب ادويه لازم نخليه يستفرغ او يزوع او هي هوايه تقنيات بهذا الموضوع، لكن ابسطها مال الاصبع، نحط الاصبع نمشيه على اللسان للبوستيريور وور على الفارنكس، يعني هاي المدندله اللكلوكه، هاي بنهايه الحلق كأنها جسم الملاكمه. بس انتبهوا اذا الطفل بدا يفقد الوعي وشويه يخنطل، ابدا ما يصير نخليه يستفرغ، ولازم تسوون كل اللي تقدرون عليه حتى تخلوه يقعد ويصحى، يعني حتى لو تهلهلين كافي. ممكن متلح ترى هالهلتي احلى. وهنا مشهد الاب زين. ورجاء من نروح على الطوارئ ناخذ ويانا الماده السامه، يعني سم الفار، ناخذ الدواء اللي كنا نشربه حتى الطبيب يعرف شنو النوع التسمم. اكو ناس يجون للطوارئ نسالها شنو شرب ابنك؟ دكتور هاي الحبايه الطويله مال ضغط. اقول لها يا حبايه دكتور ايش بيك؟ كنت اخذ هاي الصفرة طولانيه المدوره اللي ما ادري شنو، بعدين بطلتها حولني على الحبايه الزرقاء مال ضغط، مو زرقاء مال حجي، غير زرقاء. ابو سيدكم اخذ الدواء للمستشفى. واكو ناس من حرصها وخوفها تبدي تفتي شربوا حليب، شربوا مي وملح، ما اعرف هاي الامور. في علم التوكسيكولوجي السموم ما يفضل تنطي شيء، لكن ممكن شويه حليب تنطي، خصوصا في مواد الحامضيه مثلا الفاس او غيرها، حتى هذا المريء المتخرش عنده شويه تترطب المنطقه. يعني هاي الفتوات المنزليه مال من يسمم الطفل، شربوا شاي، شربوا زنجبيل بالنعناع، جواريب منقوعه بخل لمده اسبوع، رجاء بطلوها. الو مرحبا رضا علوان، عندكم دليفري مو؟ لا هيك بس ابني تسمم، اريد له ميلك شيك، حط له شويه بالفانيلا وبالكريمه زايد، ايوه قطع موز كثر لي وشويه مكسرات، اي فستق ابرش لي عليه، عفي عليه، كراميل يا ريت كراميل، اي فدوه مستعجلين من السمم. وعليكم السلام. فدوى لقلبكم، فدوى الاخلاق. شكرا. الله يخليك والنعم، احسن ناس. اشكرك. فدوى الاخلاق، شكرا الله يباركك. ثالثا اذا الطفل شرب فاس او مواد مال تنظيف، حال النفط والبنزين ما يصير نخليه يستفرغ، لان نفس حاله النفط دول ممكن يسوون لنا مشاكل بالرئه اذا خلينا الطفل يزوعها. بالاضافه الى هاي المواد من تنزل هي حامضيه، راح تحرق هاي المنطقه كلها للمعده، فمو مال اطلعها من جديد واحرقها مره له. شفتوا الموضوع كلش بسيط، ماكو داعي تضربين وتكفخين روحك. نفس سالفه البيبي ام البلديات والمنصور، لا تضربين على صدرك ام البلديات لان يصير امراض بعدين مو زينه. اما ام المنصور يعني لا تضربين وجهك لان نخاف ضربه بوتوكس، فالبوتوكس مو زين تطخين وجهك 3 ايام. برنامجك كلش رائع. اشكرك. خرافي بصراحه. يعني لي والله العظيم صدق انا الحين معجب بالبرنامج مالك. خجلتني يعني باخلاقك. لا والله هاي حقيقه الله يشاهد، انا صريح. اشكرك. بس برنامجك كلش ناجح وكلش راقي. شكرا. يعني منور العراق كله كل الشغلات الحلوه. يا اهلا وسهلا. رابعا اذا اطفالنا شربوا سم الفار، مهم كلش نشوف هاي الحلقه ونشاركها حتى الكل يتعلم وما حد يرتبك، ما اريد احد يرتبك. الحق ابنك شرب سم فار، الحق ابنك شرب نفط، الحق. ابوي دز لي طلب صداقه على الفيسبوك. اذا الطفل عندنا شرب سنفار، نفس الادويه ايضا لازم نخليه يستفرغ، ومن نروح للمستشفى لازم ناخذ ويانا سم الفار للمستشفى حتى الطبيب يعرفه. احنا نسميه نقول له زرنيخ، هو ماكو شيء اسمه بيور ارسنك، زرنيخ صافي. وما يصير سم الفار موزعته بكل البيت وماخذ الخطه مال توزيع مالته من توم وجيري، مو تحضيلي على كل الزواحف بالبيت وعايفتهم يتكاثرون بالفيسبوك. يا عمري يا ورده، راح تقول لي دكتور دخنه، هسه شو نسوي؟ تجيبوا ورقه كتبوا عليها هذه المعلومات وحطوها على الثلاجه. نفط ما يستفرغ ما يزوع، ادويه يزوع، قاصر ممنوع، سنفار يزوع. حطوها قدام عينكم بالبيت حتى لا سمح الله ساعه الساعه تعرفون تتصرفون. حتى الطفل يستفرغ او يزوع نستخدم الاصبع ننطخ هاي المدندله الملكلوكه نازله بوستيريور فارنكس حتى يزوع. هسه اريد الكل يمد اصبعه مو بحلقه، يسوي سبسكرايب وشير مشاركه للحلقه. اعطيني ايدك شوي.
هسه هيجي لا عوفي عوفي. اي رباط حاطي مرتبين، ملابس رباط طاوع لزمتك. شلون الصحة؟ يا اهلا وسهلا، هلا بيك. يا اهلا، اتشرف جدا. ترى انا بعدني ما ضايفك على الفيس، بس على طول اشوفك على اليوتيوب. يشرفني جدا، شكرا لكلامك، ممتن لك. ضيفني يا ريت. واريد بعد شغله، تريد الحلقه هاي مره مال فؤاد الكبد شنو؟